لو عايز تتخلص من نزيف اللثة وريحة الفم الكريهة فالفيديو ده ليك. اهلا بيكم، انا دكتور ايهاب، دكتور اسنان. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم وهو تنظيف الجير وتلميع الاسنان. اول حاجه خلينا نتكلم عن ايه هو الجير اصلا. الجير هو عباره عن طبقه صلبه بتتكون على سطح الاسنان نتيجه تراكم البلاك على سطح السن. طيب يا دكتور، هو ايه البلاك ده؟ البلاك ده هو عباره عن طبقه طريه بتتكون على سطح الاسنان نتيجه عدم غسيلنا الاسنان بانتظام. الجير مش بس بيأثر على شكل الاسنان، لا وكمان بيعمل مشاكل في اللثة زي النزيف والالتهابات. تنظيف الجير في عيادة الأسنان بيتم عن طريق أدوات خاصة معقمة، والبداية بتكون إن إحنا نشيل الجير من على سطح الأسنان بالأدوات دي، وبعد كده بنشيل الجير من تحت سطح اللثة بأدوات معينة. العملية دي ما بتاخدش وقت وبتكون سهلة وبسيطة وبدون ألم، وبتاخد وقت قصير. وأخيرا بنعمل تلميع للأسنان بأدوات خاصة ومعجون خاص بالتلميع. عملية التلميع بتساعد على إزالة البقعة السطحية وبتساعد على تنعيم سطح السنة وتقلل تكوين الجير على السطح مرة تانية، وكمان بيخلي الأسنان تكون لامعة وبيدي إحساس بالنظافة والانتعاش. طيب احنا يا دكتور بنعمل تنظيف الجير ده كم مرة في السنة؟ عملية تنظيف الجير بتتعمل من مرة لمرتين في السنة على حسب تكوين الجير عند العيان. في النهاية تنظيف الجير وتلميع الأسنان مش بس بيحافظ على شكل ابتسامتكم، لكن مهم جدا لصحة الفم واللثة. لو حاسين بأي تراكم للجير أو أي مشاكل في اللثة ما تترددوش تزورونا. شكرا ليكم على المتابعة.